هذا العراق مليارات راحت، مليارات من هالفك لهالفك. لكن مع من تتكلم؟ قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت أصابني سهمي. تعبيرنا الدارج مثل تفال السماء، مثل تفال. تعرفون المثل هذا؟ شو تقول يعني؟ ايش تتكلم؟ شيء مذهل، والأرقام مروعة، وبنوك العالم تشهد. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. وشعب يموت من المرض، أمراض السرطان أجاركم الله منتشرة، يموت من الفقر، من الفقر، يموت من غيره، غير قضية الوضع الأمن المتردي. زين أنا في هالوضع يجوز لي أنا كرجل دين إذا عندي مال عام أجي أبني بي صروح مشيدة وإلى جانبه من يموت من المرض؟ شوية خلي تكون وخزة ضمير، خلي يوصلهم صوتي. أقول لهم لو يبعث علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من قبره، بالله بينكم وبين الله، أنتم الآن رجعوا إلى أنفسكم، لو ينبعث من قبره وتقول له سيدي عندنا هذا مال، إما نبني به مؤسسة صرح ضخم ساب اسم دين غيره إلى آخره، أسماء كثيرة، وإما نعالج هذا حتى لا يموت، هذا مريض مثلا، أو هذا من الفقر يعني يكاد يكفر، أو شاب يدنو إلى الزنا من الفقر لأن ما عنده، وإلى آخره. أيهما عندك مقدم؟ شو تظن أنتم الآن؟ ايش تتصورون جواب الإمام علي أو الإمام الحجة سلام الله عليه إذا يظهر يرضى بكثير من أعمالنا؟ شو يجاوبك الإمام؟ يقول لك ابني ودولة خلي يطقهم مرض الشكيم. زين هذه على أي أساس الآن بعض الأمور القائمة؟ هذه شوية وخزة ضمير، أريد أوعيكم حتى أنا أخرج من مسؤوليتي بيني وبين الله.